الاهلي الترجي، مباراه مصيريه على اراضي مصريه. هتقول لي يعني ايه مباراه مصريه؟ هقول لك المباراه دي مصيريه بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي، واليستروب مدرب النادي الاهلي. بالنسبه لمدرب النادي الاهلي، لو خسر المباراه دي هيركب اول طياره على الدنمارك. بالنسبه للاعبين النادي الاهلي لو خسروا المباراه دي هيبقى يعني استهتار، ده لو الحكم ما بقاش ليه رأي تاني. وبالنسبه لاداره النادي الاهلي فهتتسلخ، لان اداره النادي الاهلي لو مشيت يستروب هيدفعوا شرط جزائي 5 مليون دولار. فشفت المباراه دي صعبه قد ايه؟ لو النادي الاهلي خسرها الدنيا هتبوظ خالص في النادي الاهلي وهيبدا يعيد حساباته. فالمباراه دي هي مهمه صعبه، والمهمه صعبه بتبقى محتاجه رجاله. فانا في حلقه النهارده جاي اقول لك التشكيل الانسب لمباراه النادي الاهلي ونادي الترجي بالنسبه ليا، والتشكيل الانسب اللي هيبدا به يستروب. فلو انت مش مشترك في القناه اشترك فضلا وليس امرا، واعمل لايك، صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا نبدا. التشكيله دي هيكون فيها مفاجآت من اول حراسه المرمى لحد مركز راس الحربه. نبدا يا باشا كالعاده بمركز حراسه المرمى. مركز حراسه المرمى بيبقى محتاج لاعب لسه صغير في السن، ارتداد سريع، يطلع في الكرات العرضيه، يدي بوكس صح، وده كله موجود في مين؟ انت صح، في مصطفى شوبير. فالاحق والاقدر هو مصطفى شوبير، نسبه مليار في الميه اللي هيكون اساسي هو مصطفى شوبير. طب ليه مصطفى شوبير؟ لانك انت هتلعب جيم هجومي، فانت محتاج حارس يعرف بيلعب برجليه كويس عشان تقدر تبني الهجمه كويس. مفيش اخطاء في المباراه دي، الخطا الصغير في المباريات الكبيره بيبقى كفيل ان هو يخسرك المباراه. روح بعد كده الاثنين في قلوب الدفاع، واثنين في قلوب الدفاع انت ما عندكش غيرهم، هو هادي رياض وياسر ابراهيم. الثنائيه دي مش افضل حاجه حاليا، لكن الثنائيه دي هي اللي موجوده وهي افضل الوحشين في النادي الاهلي. حط دفاع النادي الاهلي عامه هو مش كويس. طب ليه مش كويس؟ هنعرف قدام. وبعد كده لمركز الظهير الايمن، وفي مركز الظهير الايمن هيكون فيه محمد هاني. هو محمد هاني افضل الوحشين، مفيش بكرات في الدوري المصري غير محمد هاني. محمد هاني مستواه تراجع بشكل كبير جدا جدا الموسم ده، وفي اخر 5 مباريات للنادي الاهلي، في اخر 6 مباريات للنادي الاهلي محمد هاني مستواه بدا يتراجع. تعال اقول لك ليه مستوى محمد هاني بدا يتراجع. محمد هاني مع يستروب بيطلع كتير قوي، يعني بيبقى في الحلقه الهجوميه ما بيرجعش بسرعه. محمد هاني في الحلقه الهجوميه يستروب بيستخدمه. طب ليه بيستخدمه في ايه؟ بيستخدمه ان الاجنحه بتاعه النادي الاهلي او الجناحين يخشوا لمنطقه ال 18، سواء زيزو او تريزيجيه، الاثنين بيخشوا لمنطقه ال 18، بيجي محمد هاني من ورا يبدا يرفع عرضيات. طب عمل علينا هجمه مرتده. لما يتعمل علينا هجمه مرتده محمد هاني بطيء في الارتداد، بطيء في التغطيه العكسيه. عشان كده قلت لك هقول لك قدام ليه دفاع النادي الاهلي ضعيف. دفاع النادي الاهلي ضعيف عشان محمد هاني ما بيرجعش بسرعه. لسه برضه هقول لك ليه دفاع النادي الاهلي ضعيف لما نروح للحل اللي بعد كده. بعد كده لمركز الباك ليفت. في مركز الباك ليفت هيكون عندك يوسف بالعمري. يوسف بالعمري لاعب جيد، لاعب جيد على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي يوسف بالعمري سيء سيء. خلينا نقول اللي لينا واللي علينا. يوسف بالعمري على الاداء الدفاعي يوسف بالعمري بطيء زيه زي محمد هاني. قلت لك يستروب بيستخدم الاظهره مكان الاجنحه عشان تبدا تلعب عرضيات، وشفنا الهجمات دي، شفنا الكرات دي مع تريزيجيه، سواء بالعمري اللي بيرفعها له، سواء زيزو اللي بيرفعها له، اي لاعب بيجري من ورا وبيرفع لتريزيجيه وبيلعبها براسه. قلت لك الاظهره يستروب بيستخدمها بشكل كبير جدا جدا في ادائه الهجومي. عشان كده انت لازم يكون عندك ظهير دفاعي وظهير هجومي. الظهير مثلا الايسر تقدم، الظهير الايمن يكون ورا. الظهير الايمن تقدم، الظهير الايسر يكون ورا. عشان كده انت دفاعك سيء، عشان كده انت بتقدم الاثنين اظهره، لازم دفاعك هيكون سيء. بعد كده الاثنين في خط الوسط هيلعب ب2 6. هو يستروب مهما يكون اي مباراه لو بيلعب قدام فاركو هيلعب ب2 في مركز خط وسط مدافع. مين الاثنين دول؟ اعتقد ان الاثنين دول والانسب الاثنين دول اللي هيكونوا هم مش الانسب، هم اللي هيكونوا مع يستروب، لكن هم مش الانسب. اللي هيلعب في المباراتين دول هيكون مروان عطيه واليو ديانج. الاثنين دول اللي هيلعبوا ارتكاز. تقول لي وانا عايز العب جيم هجومي هيلعب مروان عطيه واليو ديانج؟ هقول لك هو ده دماغه، هو المدرب ده تفكيره كده. في اي مباراه قلت لك لو هيلعب قدام فاركو هيلعب باثنين ارتكاز. لحد دلوقتي قلت لك التشكيله اللي هيبدا بيها يستروب، ما قلتلكش التشكيله اللي انا الانسب اللي انا شايفها من وجهه نظري هي التشكيله الانسب، لا بقول لك التشكيله اللي هيبدا بيها يستروب. بعد كده لمركز خط وسط مهاجم. مركز خط وسط مهاجم هيكون فيه امام عاشور. ما فيش غير امام عاشور، هو افضل من محمد علي بن رمضان حرفيا دلوقتي. امام عاشور هو السيء لكن افضل من محمد علي بن رمضان. بعد كده لمركز الجناح الايمن. مركز الجناح الايمن رجع له احمد السيد زيزو، كان اتصاب المباراه اللي فاتت، مباراه الترجي اللي فاتت، لكن رجع هو واليو ديانج. قلت لك برضه اليو ديانج هيكون اساسي، فرجع هو واليو ديانج. احمد السيد زيزو واليو ديانج الاثنين هيكونوا اساسيين. بعد كده لمركز الجناح الايسر. في مركز الجناح الايسر يكون معانا مين؟ محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه ده اللي ما حدش يقدر يقرب له، افضل لاعب في النادي الاهلي حاليا. بمناسبه ان محمود حسن تريزيجيه بيلعب مباراه سيئه لكن بيلعب قصادها 10 مباراه كويسين، فمحمود حسن تريزيجيه هو الافضل في المركز ده. نروح بقى لاخر مركز معانا وهو مركز راس الحربه. مركز راس الحربه انا شايف الانسب والافضل من اشرف بن شرقي هو مروان عثمان اوتاكا. مروان عثمان اوتاكا بنسبه كبيره جدا جدا هيكون هو الاساسي. اللي انا قلتها لك دي هي التشكيله اللي هيبدا بيها يستروب. تعال
تعالى بقى اقول لك التشكيله الانسب من وجهه نظري اللي يبدا بيها يستروب. التشكيله الانسب بالنسبه لي هي يكون خط الدفاع ومركز حراسه المرمى زي ما هي، زي ما قلت لك التشكيله اللي يبدا بيها يستروب، لكن الكلام هنا يكون في مركز خط الوسط ومركز الهجوم. من وجهه نظري ان احمد نبيل كوكا افضل من اليو ديانج. عمل المباراه الترجي اللي فاتت كان افضل من اليو ديانج، بيقطع الكوره بطريقه صحيحه، بيباصي بطريقه صحيحه، بيعمل كل حاجه بطريقه صحيحه. الصراحه كان افضل من اليو ديانج. يبقى احمد نبيل كوكا في خط الوسط، جنبيه مروان عطيه. الثنائيه دي هتديك خط وسط جامد جدا، يكون قدامهم امام عاشور. كده لمركز الهجوم كله. مركز الهجوم كله طبعا قلت لك هيكون زيزو. انا شايف ان زيزو ما يبداش المباراه دي. طب مين اللي يبدا؟ انا شايف ان حسين الشحات يا جماعه لاعب مظلوم حاليا في النادي الاهلي. اللاعب بيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا، اول ما بينزل بيشقلب المباراه، هجوم دفاع، بيعمل كل حاجه في المباراه حرفيا. فانا شايف ان هو زيزو انسب، ان هو شايف ان حسين الشحات انسب ان هو يبدا المباراه دي. نروح بعد كده لمركز الجناح الايسر، نسيب زي ما هو في تريزيجيه. مركز راس الحربه مروان عثمان اوتاكا يكون زي ما هو. اشرف بن شرقي لعب المباراه اللي فاتت، لكن انا شايف ان اشرف بن شرقي ما اداش يعني الضغط وكل حاجه في المباراه، تحس ان هو عنده حساسيه الجناح الايسر فقط، نسي مركز الهجوم. فانا شايف ان مروان عثمان اوتاكا حاليا الافضل، او محمد شريف. دي كانت تكون حلقتنا خلصت، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يفوز، لكن التحكيم ما يكونش ليه راي ثاني. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. صلى الله عليه وسلم على افضل الصلاه والسلام. تنساش تدعوا اخواتنا في غزه. السلام عليكم.